إننا الليلة على موعد مع حديث قدسي رواه الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد والطبراني وغيرهم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله يا الله، ما أجل هذه الكلمات، ما أروعها، والله الذي لا إله غيره لوددت أن أردد الحديث حتى ينتهي وقت البرنامج، وكفى أن أسمع الأمة كلها هذا الحديث عن ربنا جل جلاله. اسمحوا لي أن أكرر الحديث مرة ثانية، وسامحوني ابتداء، فمحال أن أشرح هذا الحديث بكلماته التي تهز القلوب في لقاء، فأعتذر لحضراتكم من البداية إن لم أستطع الليلة أن أشرح هذا الحديث كله في لقائنا في هذه الليلة الكريمة المباركة، وسأحاول جاهدا ما استطعت أن أنهي شرحه في الحلقة القادمة غدا بإذن الله تعالى، لأن الحديث طويل، لأن الحديث جليل، لأن الحديث عظيم. اسمح لي أن أسمعك كلماته الرقراقة المؤثرة مرة ثانية. قال ربنا جل جلاله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا
فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. تعال معي لنعيش مع أول نداء من هذه النداءات الكريمة في قوله جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي. لقد تكررت في الحديث 10 مرات. يا عبادي يخطئون بالليل والنهار وينسبهم عبادا له، يقصرون في حقه ويدعوهم عباده، حتى في النداء الذي قال فيه إنكم تخطئون بالليل والنهار ما جرد هذا الحكم من هذا النداء الرقراق: يا عبادي. إلهي وسيدي ومولاي، نخطئ يا سيدي بالليل والنهار، ومع ذلك تنسبنا عبادا لك، وأنت الغني القهار، وأنت العزيز الغفار. هل انتبهت إلى هذه اللطيفة؟ يا عبادي يا عبادي يا عبادي، نقصر ونذنب ونخطئ بالليل والنهار، ومع ذلك يدعونا عباده ولا يخرجنا من دائرة العبودية له. وأود أن أقول بأن هذه الكلمة الرقيقة فيها لفتتان رقراقتان جميلتان. أما اللفتة الأولى فهي لفتة الرحمة واستجاشة العواطف. لفظة يا عبادي تحرك العاطفة في قلب الإنسان الجامد ليقبل على الله الذي يجعله عبدا له مع تقصيره في حق مولاه. واللفتة الثانية تذكير للعباد بما خلقوا له وبالغاية التي وجدوا من أجلها، وهي المذكورة في قول ربنا جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأرجو منك حبيبي في الله ألا تنسى، وأنت أختي الكريمة، أن لفظة يا عبادي فيها معنيان: الأول استجاشة للعواطف وللوجدان لتذكر رحمة الرحيم الرحمن للإقبال عليه جل جلاله. فمهما كنت مذنبا كما سأبين، ومهما كنت مقصرا، فالله ينادي عليك بقوله يا عبادي. نعم أنت عبده، أنت عبد لله، والله جل وعلا خالقك ورازقك، وهو الذي يعلم ضعفك، وهو الذي يعلم فقرك، وهو الذي يعلم عجزك. فما عليك في أي لحظة من ليل أو نهار أيها العبد المحب لله جل جلاله المعترف بفقره وعبوديته لربه وسيده، ما عليك إلا أن تطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي السيد وبين يدي العزيز الغفار،
فالسيد الله كما قال سيدنا رسول الله، والحديث في الصحيح قال السيد الله، فالسيد اسم من أسماء الله جل وعلا. فما عليك إلا أن تطرح قلبك بذل وانكسار بين